والله ما هفتح الفيديو يا جدعان، والله العظيم ما همسح الفيديو. كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، نايمه على حجره في العربيه، كسروا لي العربيه. اوعى يا صاحبي، اوعى يا صاحبي. مشهد صادم. السواق اللي صورهم قاعد يقول كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، وهي نايمه على حجره. بيقولوا له تعالى، وانا مش همسح الفيديو يا جدعان، والله ما همسحه. هو انا غلطت ولا الزمن اللي اتقلب حاله؟ هنوضح الصوره كامله بدون حياد لحد، فالحق أحق أن يتبع. استنوا معايا وهتفهموا كل حاجة، فضلا وليس أمرا. ضع لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. استنونا بعد الانترو. مشهد صادم. السواق اللي صورهم قاعد يقول كسروا لي العربيه، كسروا لي العربيه، وهي نايمه على حجره. بيقولوا له تعالى، وانا مش همسح الفيديو يا جدعان، والله ما همسحه. هو انا غلطت ولا الزمن اللي اتقلب حاله؟ هنوضح الصوره كامله بدون حياد لحد، فالحق أحق أن يتبع. استنوا معايا وهتفهموا كل حاجة، فضلا وليس أمرا. ضع لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. استنونا بعد الانترو. الواقعة بدأت لما سواق العربية حس بوجود سيارة قصاده ماشية، مش ماشية صح، بتتمايل يمينا ويسارا. قرب منهم وراح صورهم. لما شاف مشهد ما ينفعش يحصل في الشارع، شاب وفتاة بفعل فاضح في الطريق، فراح مصورهم. لما صورهم زنقوا عليه ونزلوا شاب وبنتين اعتدوا عليه وكسروا له العربية. المفاجأة لما النيابة قبضت عليهم اتحبسوا كلهم بالسواق اللي صورهم. فالنيابة خدت ان الموضوع ان هو تشهير في الوقت ان المتهمين كسروا له العربية واعتدوا عليه. بس السواق اللي صورهم تم إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، والواقعة اتثبتت. الفعل الفاضح اتثبت وعربية السواق عليه اتثبت. نيجي هنا لآراء الناس. آراء الناس اختلفت في الواقعة دي. في ناس قالت ان اللي ما ينفعش اللي هو يصورهم في الشارع بالطريقة دي، وفي ناس تانية قالت لا، لو شفت فاحشة او معصية او اي حاجة مخالفة لازم تتكلم عليها. وناس تانية بتقول لو شفت ظلم او فاحشة او معصية ما تسكتش عليها. طب رأيكم ايه؟ قولوا لي في التعليقات. انا رأيي شايف ان الراجل عمل الصح، بس هو غلطان في حتة النشر بس. طب الصح في ايه؟ الصح ان هو عشان لو سكت وغيره سكت الفاحشه والمعصيه هتنتشر، ولو حصل كده وسكتنا هينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعه حتى يكون الرجل يمر على امراه فيفعل بها الفاحشه في الطريق فيقول خيارهم لو واريتموها وراء هذا الحائط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وابن حبان ومعناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان في اخر الزمان الفواحش والمعاصي هتنتشر لدرجة انها هتبقى علنية قدام الناس، ولكن الناس المفروض تنكره وتقول ان هو غلط وينهوا عنه. بس دلوقتي بقى يطلبوا الستر الشكلي، ودي معناه ان الحياء هيقل جدا والغيرة عن الدين والاخلاق هيضعف. بالله عليكم شفتوا قلة الادب والجراءة وقلة الحياء؟ وقفوا بالعربية وطلعوا يكسروا له العربية ويعتدوا عليه كمان. بالله عليكم شايفين الجراءة وقلة الحياء؟ طب شفتوا البنتين كانوا لابسين ايه لما نزلوا من العربية وكسروا العربية؟ وما اتقبض عليهم اما راحوا النيابة شفتوا ايه الفرق؟ لبسوا عبايات عشان يستروا نفسهم.
انا استجدعت ان السواق صور، غيره كان ممكن يعدي على الموقف مرور الكرام ولا كأنه شاف حاجة. كان ممكن في زماننا ده ما كانش هيعمل اللي هو عمله ده، اللي هو يصور. بس بعتب عن السواق ان هو صور ونشر على الملعب، على السوشيال ميديا كلها. لا، نقول له ان في ضوابط للنشر. والله لازم نفهم بقى. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خطير، بيقول ايه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت غيرت بإيدك، برافو عليك، بس كمل بقى صح. روح خد بإجراء قانوني، روح للجهات القانونية بتلك الإثبات، وهم هياخدوا الإجراءات الصحيحة زي ما شفت كده، واتقبض عليهم واتحبسهم، عشان دي جريمة فعل فاضح في الطريق العام. دي اللي كنت المفروض تعمله، بس ما تشهرش وتنشر. احنا في وضع نحسد عليه. العملية مش ناقصة فتن اكتر من اللي احنا فيها دي. في اللي بيتربصوا لينا ومستنيين لنا على تكة، واحنا عارفينهم كويس. انا وضحت رأيي بما يرضي الله. راجع نفسك هتلاقي اللي انا قلته صح. نيجي بقى على الدروس والعبر اللي احنا نتعلمها من الواقع ديت في زمن الفتن اللي احنا فيها ديت. لما الفاحشة تنتشر علنا، دي علامة خطيرة جدا من علامات الساعة، وربنا حسنا على تغييرها، ما نسكتش عليها. فلو انا سكت وانت سكت هنستحق العذاب. وربنا سبحانه وتعالى هلك الأقوام السابقة كانوا بيعملوا الفواحش علنا فاستحقوا العذاب. فليه نسكت عن المنكر؟ لما الناس تشوف الغلط وتسكت الفساد بيكبر. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن الحقيقي بيجمع بين الغيرة والستر. يعني لو شاف فاحشة زي ديت ينكرها، ما يسكتش عليها، بس بحكمة زي ما قلت له قبل كده، مش يفضح أصحابها، لأن الهدف هو الإصلاح مش التشهير. وربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن. في آيات أخرى قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نيتك الإصلاح ما ينفعش تنشر الفاحشة، بلغ الجهات الرسمية وخلي نيتك الإصلاح مش الفضيحة. ختاما، احنا في زمن الفتن، في اللي بيغلط علنا